الحيوانات دايما بتمتلك الشجاعة الكافية للدفاع عن نفسها، لكن في حيوانات في حتة تانية خالص، وخصوصا الكلاب والقطط اللي بتضحي بحياتها علشان تحمينا، لأنها على استعداد تام تعرض نفسها للخطر للدفاع عن البشر وحمايتهم كمان. النهاردة جمعنا لكم تجميعة فيديوهات استثنائية مدهشة عن 30 حيوان شجاع أنقذوا حياة البشر. أنا محمود المغربي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل بلايك واشتراك في القناة. صلى على النبي ويلا بينا. الطفل ده كان بيلعب في حديقة البيت مع الكلب بتاعه، والدنيا كانت هادية تماما، لكن فجأة في كلب اسود هرب من صاحبه وجري على الطفل ده. وهنا حصلت المفاجأة. الكلب اللي كان مع الطفل كان سريع جدا وزقه على الأرض علشان يحميه من الكلب اللي جاي. الكلب واجهه بكل شجاعة لحد ما اضطر الكلب التاني انه يتراجع. الراجل ده كان راجع من البنك بعد ما سحب فلوس، وما كانش يعرف ان في عربية وراه مليانة لصوص، وفجأة قفلوا عليه العربية ونزل 2 منهم علشان يسرقوا. حفيدته اللي ما كانتش واخدة بالها فتحت البوابة ومعاها 2 من كلاب الدوبرمان. الكلاب هجمت على اللصوص فورا وقدروا ينقذوا الراجل في اللحظة المناسبة، وساعتها اللصوص سابوا المكان وهربوا بسرعة. تخيلوا الموقف ده والبنت ماشية لوحدها وفجأة تقرب منها عربية شكلها مشبوه، بس قبل ما يحصل حاجة كلب شجاع يظهر فجأة ويدخل ينقذها. الموقف ده خلى الشخص اللي في العربية يراجع نفسه ويتخلى عن اللي كان بيفكر فيه، وبالفعل تدخل الكلب قدر ينقذ البنت دي. في لحظة غباء حقيقية الراجل ده قرر يبص للأسد بتركيز زيادة وكأنه بيتحداه، وده طبعا بالنسبة للأسد تصرف عدواني، فقرر يهجم عليه في نفس اللحظة. بس من حسن حظه اللبؤة اتدخلت بسرعة وأنقذته من هجوم الأسد. شوفوا الموقف الغريب اللي الدب ده عمله في لحظة ما كان عاوز يدخل البيت ويدور على أكل، بس الكلاب الشجاعة اللي كانت موجودة ما ادتوش فرصة لكده. بس الأغرب هنا هو تدخل البنت الشجاعة دي، قد إيه كانت شجاعة إن هي تعمل موقف زي ده. الراجل ده قرر يستغل غياب صاحب البيت ويدخل يسرقه، لكن حظه كان سيء جدا. كلاب الحراسة اللي كانت موجودة هجمت عليه بكل شراسة، والراجل من كتر الخوف هرب بأقصى سرعة ممكنة. اللص ده دخل بيت حد علشان يسرقه، وفجأة شافه صاحب البيت اللي حاول يحمي نفسه ويقفل باب الأوضة، لكن اللص كسر الباب، ولحسن الحظ كان فيه كلب بيتبول شجاع جدا هجم على اللص بسرعة وحمى صاحبه، وخلى السارق يندم على اللحظة اللي فكر فيها يدخل المكان. الدب ده دخل من باب البيت المفتوح، لكن لحسن الحظ الكلب شم ريحته ونبح بصوت عالي، وقدر ينقذ أصحاب البيت من خطر كبير كان ممكن يحصل. الأم دي في لحظة ما سابت طفلها، الطفل بدأ إن يتحرك بعيد شوية، وفجأة ظهر شخص غريب قرب ناحية الطفل، وفي اللحظة دي الكلب الحارس ظهر بشكل مثير جدا واتدخل بسرعة علشان ينقذ الطفل من الشخص ده. الطفل الصغير ده كان بيلعب على جنب الطريق، وفجأة هجم عليه كلب من الخلف، وفي وسط اللحظة المخيفة دي قط العيلة الأليف ظهر بسرعة وجري علشان ينقذه. بجد قط شجاع جدا. البنت الصغيرة دي كانت بتستمتع بالمية في قلب البحر، والكلب كان حريص عليها بشكل كبير، لدرجة إن أول ما حس بخطر من الموجة بدأ يشدها علشان يطلعها بره وينقذها من المية. الكلب اللي انتوا شايفينه ده عمل موقف بطولي بجد. في لحظة ما كانت الأطفال بيلعبوا في الشوارع وفجأة كلب شوارع هجم عليهم، رد فعل الكلب ده كان سريع جدا، وبدون تردد هجم على الكلب التاني علشان ينقذ الأطفال ويحميهم. الدب ده قدر يدخل للفناء الخلفي للبيت، وفجأة ظهر الكلب الشجاع وهاجم الدب بكل جراءة ومن غير خوف. دي لحظة بطولية بجد من الكلب اللي ما فكرش مرتين علشان يحمي البيت. الطفل ده كان عنده فضول يقرب من البقرة، وفجأة البقرة اتحركت ناحيته بقوة. لحسن الحظ الكلب اللي كان موجود هجم على البقرة فورا علشان يحمي الطفل، وفي اللحظة دي الأب سحب ابنه بسرعة علشان يضمن سلامته. بجد لحظة شجاعة من الكلب اللي أنقذ الموقف. الست دي كانت داخلة بيتها وفجأة كلب الجيران هجم عليها. الكلب بتاعها ما كانش ليه أي رد فعل، لكن المفاجأة كانت في القطة بتاعتها، هجمت على الكلب بشجاعة علشان تحميها وتبعده عنها. الطفل الصغير ده كان بيزحف لوحده ناحية السلم، ولما القطة حست بالخطر اتدخلت فورا ومنعته.
الماعز دي قررت فجأة تهجم على الطفل من غير أي إنذار، لكن في لحظة الكلب الوفي ظهر زي بطل حقيقي ودخل ينقذ الطفل. البنت الصغيرة دي كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون بهدوء، لكن فجأة كلبها بدأ يحذرها بشكل غريب. اتضح بعد كده إن والدها كان راجع البيت والكلب حس بيه قبل ما يوصل. دي لحظة جميلة جدا بين الكلب والبنت لما حذرها إن والدها راجع. شوف الموقف الشجاع ده لما كلب بلدغ شجاع هاجم دب كان بيحاول يدخل المكان. الموقف ده بيبين شجاعة الكلب وحرصه على حماية منطقته. تخيلوا ان ده كلب ضال واقف يحمي الاطفال وهم بيعدوا الشارع. لحظة مؤثرة بتبين قد ايه الوفاء مش شرط يكون لاصحاب الحيوانات بس، ده كمان حتى الكلاب الضالة عندها حب وحماية للاطفال. الراجل ده كان ماشي بعربيته وفجأة شاف كلب صغير بيصيح بجنون في نص الطريق. لما حاول يقرب منه الكلب جري قدامه لحد ما وصله لطفلة صغيرة بتزحف على الأرض وكان الطريق خطر عليها. فهم بعدها إن الكلب الصغير ده كان بيدله على الطفلة، وفعلا الكلب أنقذ حياتها. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي بقضيها معاكم بتكون من أفضل وأحلى الأوقات وساعتها بكون فرحان جدا. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتتفرج على باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.